اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة شيماء رمضان، ويلا بينا نبدأ قصتنا. مجدي وحمادة قاعدين في السكن اللي مشترك بينهم وكانوا في الصين. أنا عرفت أنا هعمل إيه، أنا لازم أتجوز عشان أستقر هنا وأخد بقى الجنسية، وكمان أتجوز ست صينية كده وتعلمني معنى كفاح إيه. الستات هنا جدع زي القمر، مفهومش غلطة. يا عم أنت بتتكلم كده زي ما يكون بقى الستات هنا رامين نفسهم عليك. ده أنت مفكر نفسك بقى الواد اللي مفيش منك، اللي موقع كل بنات في حبك. يا عم تلاقي بقى وتوكس وخلينا في الشغلانه اللي احنا فيها دي. يا عم لا، بقول لك هتجوز، وبعدين يعني انا اكون بتكلم على جواز من غير ما اكون مالي ايدي منه؟ انت عارف ان احنا شغالين في مطعم كبير، اي نعم يعني في المطبخ، بس برضه في مطعم كبير. انا بقى اتعرفت على دكتور كبير قوي هناك واتكلمت معاه وقال لي وانت مش ناوي بقى تتجوز؟ قلت له ايدي على كتفك. قال لي خلاص ساعه لما تنوي قولي وانا هجوزك. يا سلام، عرفت بقى اكلمه ازاي وانت اصلا ما تعرفش ولا كلمه صيني؟ ولا انت هتصيع عليا ولا ايه؟ وبعدين ساعه لما هتصيع عليا انا؟ ده انت بتتكلم عربي بالعافيه يا شيخ. روح يا ابني، ما ده مش راجل صيني، ده مصري عادي وعايش في الصين، بس عايش بقى هنا بقاله كتير قوي. هو دكتور وبيعمل ابحاث. انا بقى هروح له واقول له ان انا عايزه اتجوز، وهو بقى هيجوزني. ولو عايز تتجوز انت كمان قول لي بس وانا هجوزك. لا يا عم اتجوز ايه، اتجوز انت بس وجرب كده بقى رئيس الصين، وبعد كده لما تقول لي بقى على تجربتك انا بقى اتجوز وراك. وبعدين اصلا مش عايزه اتجوز واحده من الصين، انا ساعه لما اتجوز هتجوز واحده بقى بنت بلدي، مش هروح اتجوز واحده من الصين. اتجوز انت بس وربنا معاك، اما نشوف بقى بتاعت الصين دي هتعمل معاك ايه. حماده راح للدكتور المصري عشان يقول له ان هو مستعد يتجوز، والدكتور ده كان اسمه ناجي. انا جيت لك اهو يا دكتور ناجي عشان خاطر بقى تشوف لي عروسه واتجوزها كده زي ما انت وعدتني. الواحد بقى عايز عروسه من الصين كده ترستق له بقى اموره وتظبط الدنيا معاه. ده انا بشوف الحريم هنا ايه زي القمر. جدع يا حماده ان انت سمعت كلامي. انا بقى دلوقتي هخرج لك كام عروسه كده تختار منهم واحده، اختار اللي انت عايزها وكلهم عندهم استعداد ان هم يتجوزوك. ايه ده هو انا فعلا بقى طلعت الواد اللي مفيش مني؟ للدرجات دي يعني انا اللي اختار كمان وهنقي منهم؟ ده انا طلعت بقى واد فتيك وانا مش عارف. طب يا دكتور وريني كده، اما اختار بقى عروس حلوه كده. الدكتور ناجي خرج له 3 بنات، ال3 سنيين، وقفهم قدامه. يلا يا حماده العرايس قدامك اهو، اختار لك بقى واحده منهم واللي هتختارها اجوزها لك وهتكون بتاعتك وملكك، تعمل فيها بقى اللي انت عايزه. ايه ده، بسم الله ما شاء الله. فينك يا امه وتشوفي بقى عرايس ابنك؟ هو ما ينفعش يا دكتور ناجي يعني اخد ال3؟ اصل بصراحه 3 امامير كلهم زي القمر، الواحد محتار يعني يختار مين فيهم. دي امي لو كانت هنا كنت وريتها بقى البنات اللي الواحد يتجوزهم، مش هي بقى عايزه تجوزني بنت خالي اللي هي اصلا ارجل مني. بلاش طمع يا حماده، اختار واحده بس فيهم وهي تبقى مراتك وهتاخدها معاك البيت وهتبقى تحت امرك. يلا بقى عشان ما عنديش وقت. استنى بس يا دكتوره قبل ما اختار، هي يعني لا مؤاخذه يعني انا ليه اخدها البيت؟ هي مش عندها بيت يعني هنا ولا ايه؟ والدنيا رايقه معاها كده ولا ايه؟ اصل بصراحه يعني انا قاعد في شقه كده، هي اوضه واحده، اوضه وصاله ومطبخ وحمام، وهي شراكه بيني وبين زميلي، فاعتقد ما ينفعش. خلاص يا حماده مش مشكله، ليك عندي شقه هديه مني ليك، بس المهم بقى دلوقتي تختار بسرعه، خلينا بقى نخلص من الموضوع ده. يعني انت هتختار واديك الشقه بتاعتك. ربنا يخليك يا دكتور ناجي. هم دول بقى المصريين في وقت الغربه بيقفوا جنب الواحد، ما الدم بيحن برضه. بص بقى يا دكتور، انت اللي اختار لي بقى على كيفك وانا راضي بيها، ما هم 3 زي العسل بصراحه. خلاص ماشي يا حماده، انا اللي اختار لك واحده. ويا عم الف مبروك مقدما، ده انت هتدخل التاريخ من وسع. انت مش عارف بالجوازه ديت ايه اللي مستنيك. الف مبروك يا حماده، الف مبروك. الله يبارك فيك يا دك. عمار يا مصر صحيح، هم دول المصريين اللي على الحق، رجاله وبيقفوا جنب اللي منهم. في الغربه بنبقى كلنا ايد واحده. شكرا بجد. حماده فعلا اتجوز العروسه وناجي وداهم الشقه اللي هو اصلا اداها له وسابهم مع بعض، والعروسه قاعده. الله والله واتجوزت يا واد حماده. ومتجوز ايه؟ بنت زي لقطه القشطه، الجمال والحلاوه دي. اللي هو انت من ساعه يعني ما شفتك يعني وانت ما بتتكلميش ليه؟ اوعي تكوني خارصه او تكوني ما بتعرفيش تتكلمي عربي، تبقى مصيبه. ايه ده انا نسيت خالص الحكايه دي. لا انا اتكلم اللغه العربيه بطلاقه واتكلم جميع اللغات، وانا هنا لتلبيه رغباتك، وانا منتظره اوامرك لكي انفذها. انا مصممه خصيصا لراحتك. الله ده صوتك حلو قوي، ده ايه الحلاوه دي؟ والله وبيضلك في القفص يا واد حماده وبتتكلم اللغه العربيه بطلاقه. طب بقول لك ايه، هو انت بتعرفي تطبخي؟ يعني بتعملي اكل حلو كده يعني ولا ايه؟ اوعي تعملي اكل صراصير ولا الاكل بقى الغريب بتاعكم ده، انا مش ناقص وجع بطن. نعم انا لدي برنامج الطبخ المصري، واي وجبه تريدها سوف اجهزها لك في الحال. تفضل اطلب الوجبه التي تريد مني تجهيزها وسوف اجهزها في الحال. الله شكلها كده الايام الجايه تبقى عنب. يا لهوي يا ده حماده، اخيرا ياما دعوتك اهي اتحققت فيا. هو صح يعني كل مره دعوتك بتيجي معايا بالعكس، بس المره دي بقى اكيد بقى انت دعيتيلي من قلبك. طب يا حلوه، انا عايز بس اعرف هو انت اسمك ايه عشان يعني اناديكي بيه. انا اسمي لولا،
إذا تريد تغيير هذا الاسم لك حرية الاختيار، يمكنك تغيير الاسم في أي وقت تريده. والآن ماذا تريد أن تأكل؟ يمكنك أن تطلب أي شيء. لا، حلو اسم لولا ده، ليه أغيره يعني؟ ده اسم جميل. طب بقولك يا لولا، عايزك بقى تعملي شوية ملوخية كده حلوين، وعايز بطة جنبها، وشوية محشي كرنب ومحشي بتنجان. أصل أنا بقى لسانة هنا في الصين وباكل أكل بتاعكم لحد ما معدتي بقى نشفت. أما شوف بقى أنت هتعرفي تعملي الأكل زي ما أمي بتعمله ولا لأ؟ أنا أجيد الطبخ مثل والدتك، لدي برنامج كامل في فن المطبخ المصري، وأجيد كل شيء على الإطلاق. سوف أذهب لإعداد الطعام نصف ساعة وسيكون الطعام جاهز. إيه ده نص ساعة إيه؟ هو أنت يا بنتي مكنة بالكهرباء ولا إيه؟ يعني نص ساعة هتعملي فيهم ملوخية ومحشي وكمان بطة؟ ده أمي بتعمل ملوخية في ساعتين، أنت بقى تعمليها في نص ساعة إزاي؟ هنبتديها بقى كده ضحك على الدهون ولا إيه؟ أنا لا أضحك على الدهون، أنا أضحك هكذا. والآن أنا أتكلم بجدية. نصف ساعة وسيكون الطعام جاهز على السفرة. لولا مشيت ودخلت المطبخ عشان تجهز الأكل، وحمادة وقف يكلم نفسه. في حاجة غلط يا جدع، يعني برضو الحريم المصرية تحس كده إنهم ليهم طريقة تانية كده. البنت دي عاملة زي ما تكون مكنة، مش عارفة، متخشبة كده وبتمشي كده بطريقة غريبة. بس مش مهم، المهم بقى إن أنا اتجوزت بنت زي القمر. والله لا اتصل بقى بالواد مجدي، مش خسارة فيه، يجي بقى يبارك لي في شقتي الجديدة. أي نعم يعني هي ليلة دخلتي، بس مش مشكلة، أهو زي أخويا يعني برضو، يبارك لي بقى ويشوف عروستي. حمادة مسك الموبايل واتصل بمجدي. أيوة يا أبو المجود، بقى كده ما تجيش يعني تحضر فرح أخوك؟ أي نعم يعني أنا ما عملتش فرح، بس برضو كنت تعالى أقف جنبي. جدع، الوطنة دي على العموم بقى أنا أحسن منك برضو. فرح مين يا ابني؟ هو أنت هتسيع عليا ولا إيه؟ وبعدين ما أنت عارف يعني إن أنا مسحول في شغل ومش فاضي أعمل أي حاجة. على العموم يا عم ألف مبروك. إيه العروسة طلعت حلوة ولا إيه؟ هي طلعت حلوة عادي، دي طلعت حلوة بشكل، دي زي القمر. لا وكمان إيه، بتتكلم بالعربية الفصحى ودخلت تعمل لي بطة بقى وملوخية ومحشي. والله زي ما بقول لك كده، طلع بتعرف تعمل ملوخية وكمان محشي وكل حاجة. بقول لك إيه، اكتب بقى العنوان عندك وتعالى لي، مش خسارة فيك إن أنت تاكل معايا. هتاكل بقى حتة ملوخية ومحشي إيه يجننوا. لا يا عم عيب كده، ده أنت لسه يعني أول يوم جواز، مراتك يعني لا تتضايق ولا حاجة. خليها في مرة تانية، اتبسط أنت بس مع مراتك دلوقتي، والأيام جاية كتير، يبقى عازمني بقى في يوم تاني. لا والله العظيم أبدا، لازم تجيلي دلوقتي حالا وهناكل مع بعض. هناكل بقى لقمة مع بعض يا جدع، وبعدين احنا على طول على الحلوة والمرة مع بعض. ده احنا يا عم اصحاب العمر كله. يلا بقى يا مجدي ما تتأخرش، عشان هي قالت لي يعني نص ساعة وتخلص الأكل. والله طالما يعني انت مصمم كده فخلاص حاضر، انا هجيلك على طول. ابعت لي بس العنوان في رسالة كده وانا هكون عندك. يلا سلام. حمادة قفل مع مجدي ودخل المطبخ على لولا، لقاها تقريبا كده قربت تخلص الأكل. فحمادة أول ما شاف كده، ايه ده بسم الله ما شاء الله، ده ايه السرعة دي؟ ده انا قلت لسه يا دوبك بتسلقي كرومب ولا حاجة. ده انت عاملة يا بنتي ولا الراجل الآلي؟ يلا انا هسكت بقى عشان ما احسكيش يعني. بقولك ايه، مجدي صاحبي هيجي ياكل معانا، عايزك بقى ترفعي راسي قدامه. كيف لي أن أرفع راسك أمامه؟ يمكنني أن أجرب الآن. هل رأس البشر يرتفع أم لا؟ سوف أجرب الآن، هيا. لولا قربت من حمادة ومسكت دماغه، بقت عمالة تحاول تشدها لفوق. يا بنتي ايه ده، حرام عليكي هتخلعي دماغي. في ايه؟ انا الحق عليا اني نسيت يعني ان انت صينيه. بقولك ترفعي راسي قدامه يعني تشرفيني قدامه، يعني الاكل يبقى حلو وجميل وتبقي لابسه كده لبس شيك، تكلميه بطريقه حلوه كده. يعني مش معنى ان ترفعي راسي يبقى تخلعي لي بقى راسي من مكانها، حرام عليكي. الآن فهمتك، تحت أمرك. سوف أفعل ما تريده وسوف أشرفك أمامه وأتحدث معه بطريقة لطيفة. يمكنك الآن أن تجلس في الخارج وسوف أعد لك كوبا من القهوة. الله، هو أنت كمان هتعملي قهوة وكل ده وأنت بتطبخي؟ يعني مش هتزعي فيا وتقولي لي بقى اخرج يا منيل على عينك لحد يعني ما اخلص الاكل؟ انا مش فاضيالك وبرقي لي كده بعينك، ولا تمسكي لي السكينه وتقولي هدبها في كرشك. مش معقوله مش معقوله. هي دي بقى ميزه ان الواحد يتجوز واحده صينيه. حاضر يا قمر، انا هقعد بره لحد ما تعملي قهوتي. ماشي قهوتي انت. بعد شويه لولا خرجت له كوبايه القهوه وهو قاعد قدام التلفزيون، وفجاه لقى مجدي جه. فلولا راحت فتحت الباب. مساء الخير يا فندم، انا مجدي صاحب حماده. والله وقعت واقف يا واد حماده، عروستك زي القمر. لا ده انا عامل زيك بقى. هو حماده موجود ولا ايه؟ هو انت فهماني ولا ايه؟ نعم انه بالداخل. هل انت مجدي صديقه؟ اهلا وسهلا بك، تفضل بالدخول، انه ينتظرك بالداخل. لقد قال لي اعاملك بلطف وسوف افعل هذا. حماده راح عليهم. ايه ده يا جدع واقف كده ليه؟ ادخل بيت، ده بيت اخوك. شفت لولا؟ يلا يا لولا ادخلي انت بقى، جهزي بقى الاكل وما تتاخريش بقى، خدي بالك النص ساعه قربت تخلص. كما تحب. سوف أذهب الآن لتجهيز الطعام، دقيقة واحدة وسوف يكون الأكل على السفرة، وسوف أعامل مجدي بلطف. أهلا مجدي، تفضل بالدخول. وده حمادة هي بتتكلم كده ليه؟
ومالها ماشيه كده ليه؟ تحس ان هي متجمده كده. هو انت منيمه تمويم مغناطيسي ولا ايه؟ بس مش مهم، المهم ان هي زي القمر. انا عامل زيك عشان تبقى تسمع كلامي لما اقولك اتجوز. ها قلت لي جرب انت الاول، اديني جربت يا عم واديك شايف اهو. تحس كده ان انت سي السيد، كل ما اقول لها على حاجه تقول لي امرك وتعملها على طول. ده انا لسه مبقاليش ساعتين متجوزها وحاسس كده ان انا شهريار. قعدوا كلهم على السفره ولولا حطت الاكل على السفره بس بسرعه غريبه. ايه ده؟ بالراحه يا لولا، بالراحه يا حبيبتي، محدش بيجري وراكي يعني، وعادي لو اتاخرتي يعني في الاكل شويه، مش هزعلك ولا اقولك حاجه تضايقك. لقد انتهيت من اعداد الطعام، تفضلوا ابدأوا بالطعام. الزمن المحدد للطعام هو 10 دقائق. هيا ابدأوا بالهنا والشفا. هو ايه ده؟ فيه هو ايه الزمن المخصص بقى للطعام ده؟ بتقولك 10 دقايق؟ ده احنا منلحقش فيهم حتى نمسح زورنا. انا ماليش دعوه، الاكل قدامي زي الفل وشكله يفتح النفس. ما انت مش جايبني هنا عشان تخليني بقى اكل في 10 دقايق وبعدها اقوم، صح ولا ايه؟ يا عم سيبك منها، 10 دقايق ايه بس؟ سيبها تتكلم زي ما تتكلم. بقول لك ايه يا لولا، احنا هناكل لحد ما نادي عليكي واقول لك ان احنا خلصنا الاكل. يا عم كل براحتك يلا. ايه يا لولا، مش هتقعدي بقى تاكلي معانا عشان يعني يبقى عيش وملح ونبدا حياتنا كده بحاجه حلوه؟ انا لا اكل الطعام، يمكنكم ان تاكلوا انتم، وانا سوف اذهب لاعداد التحليه. شكرا لكم، تحياتي، سوف اذهب. سيبها حماده براحتها عشان ما تتكسفش يعني وكده، شكلها لسه مكسوفه. وبعدين بتقولك هتروح تعمل تحليه. انا اول مره اكل وحل ياض. ايه يا حماده ده؟ ايه ده؟ امال ايه يا جدع؟ اخوك برضو مسيطر على الاخر. مش بقولك اي حاجه اقول لها عليها بتقولي حاضر ونعم. كل بس كل، وبعد ما تاكل هوريك بقى بتسمع كلامي ازاي. شكلها شاطره قوي في الاكل. وبعد ما اكلوا، بص هو الاكل حلو بس تحس كده ان مفهوش روح ولا تحس ان في نفس زي اكل امي وامك يعني. ما هو برضو الحاجه الصيني برضو، بس بصراحه كتر خيرها ان هي يعني عملت كل الاكل ده. اما نشوف بقى التحليه. بنت يا لولا تعالي يلا، احنا خلاص اكلنا، شيلي بقى الاكل وهاتلنا يلا التحليه. وعامل لنا شاي، يلا بسرعه بقى مش عايز تاخير. ولولا خرجت لهم بس ايد فيها الشاي وايد فيها الحاجه الحلوه اللي هما يحلوا بيها. ومجدي خلص قعدته وكان مبسوط جدا بلولا ومقتنع ان هو يتجوز واحده زيها. وبعد ما مجدي مشي، بصراحه يعني حق ربنا يتقال، فعلا طولتي رقبتي ورفعتي راسي لفوق وشرفتيني كده قدام الواد مجدي. بقول لك ايه، تعالي بقى لما ندخل ننام ونبدا بقى اول يوم لينا يا قمر. هو انت بتعرفي ترقصي يا لولا؟ نعم انا اجيد الرقص. هل تقصد رقص الباليه ام رقص سلو ام الرقص البلدي؟ انا اجيد جميع انواع الرقص ولدي بدء الرقص بجميع انواعها، هما في داخل الغرفه. شكلها كده هتلعب معاك كده حماده انها تجيد الرقص. تجيد الرقص جيدا. طب يلا بقى حلوه، رقصي لي رقصه حلوه كده، عايز رقص بلدي ها. ولولا لبست له بدله الرقص. وبعد شويه، والان انتهى برنامج اليوم، تصبح على خير، جود نايت. لا استني هنا، ايه ده؟ اصبح على خير ايه؟ ده لسه قدامنا يعني حاجات كتير عايزه تتعمل النهارده، يعني اول يوم لينا مع بعض ولا ايه؟ عايزين بقى نجيب واد صيني مصري يكون كده امور. لا بعتذر، انا ليس لدي صلاحيه هذه، انا مبرمجه لخدمتك فقط، وانت الان استنفذت جميع طلباتك لي ولن افعل لك شيئا اخر. دقيقه واحده وسوف انطفئ اوتوماتيكيا. بعد دقيقه حماده فعلا لا غمضت عينيه وهي واقفه وعمال يكلمها ما بتردش عليه. يا لهوي حماده، يا لهوي، هي البت دي ماتت ولا ايه؟ دي ماتت على الواقف. وايه الجمل اللي قالتها دي؟ قالت لي جمل كده غريبه قبل ما تنام. انا مش فاهم حاجه. لا انا هتصل بقى بالدكتور ناجي يشوف في ايه. انا ما عملتلهاش حاجه، ما كانوش يعني شويه ملوخيه وحبه محشي اللي هي عملتهم لي دول، وكمان ما كانوش حلوين قوي يعني. حماده اتصل بالدكتور ناجي وجاله على طول. في يا حماده، هو انت من اول يوم كده هتجيبني على ملوشي ولا ايه؟ في يا جدع، هي العروسه يعني ما عجبتكش ولا ايه؟ ما عملتش كل اللي انت عايزه؟ دكتور يعمل كل اللي انا عايزه، بس جت بقى على اهم حته وما عملتهاش ولقيتها نامت على الواقف زي ما انت شايف كده. هي مالها واقفه كده ليه؟ زي ما تكون متخشبه كده يا دكتور. هي ماتت ولا ايه؟ عمري ما شفت حد ميت وهو واقف. ماتت ايه يا بني ادم انت؟ دي مش بتموت، دي روبوت مصنوع مخصوص عشان تنفذ طلبات اللي بيملكها. هي ما عملتش كل طلباتك ولا ايه؟ انا مبرمجه على كده. ايه ثواني كده، انت قلت ايه؟ هو انا سمعت صح ولا ايه؟ روبوت ايه؟ يا لهوي، هو انا متجوز روبوت؟ يعني انا متجوز عشان تعملي شويه ملوخيه وشاي؟ يعني ايه تخدمني بقى وبس؟ لا يا عم، انا لما قلت لك عايز اتجوز كان معنى كلامي يعني ان انا اتجوز بني ادمه زينا كده. وانت بقى ما قلتليش يا دكتور ان هي روبوت. انا كنت عايز واحده بشر تبقى لحم ودم يعني، فاهمني؟ يا عم وانت هتعوز اللحم والدم في ايه؟ وبعدين يعني واحده صينيه هتتجوزك بقى على وكسه ايه؟ على جمالك ولا على مالك؟ ولا انت بقى مصدق الكذبه بتاعت الراجل المصري مكان ما يكون الستات كلها بتموت فيه؟ يا عم انا سلمتك شقه وانت مضيت بقى على العقد من غير حتى ما تبص فيه ولا تقراه. العقد ده بيقول لك بقى ان انت هتعيش مع لولا 6 شهور، تجربها وتعملي تقرير يومي باللي هي بتعمله بالظبط، لان هي دلوقتي تحت التجربه. اخص عليك يا دكتور ناجي. وانا بقول برضو هو ماله كده؟ كريم معايا كده ليه؟ وبيتكلم معايا حلو وانا عمال احييك واقول يحيى الوحده الوطنيه واحنا ولاد بلد واحده والدم بيحن. ده انت طلعت بقى دكتور كفته. لا يا عم مش لاعب، انا بقى مش عايز اعمل التجربه دي.
افرض يا عم حصل لها حاجه ولا باظت. نعم، يعني انت فاكر بقى انا مديك شقه ومجوزك واحده ليه عاش جمال امك في الضلمه؟ وبعدين لو انت خايف لو باظت حافظ عليها، هي تشوف طلباتك وتعمل اوامرك. عايز ايه تاني يا عم غير كده؟ واوعى تتصل بيا تاني وما تجيبنيش غير في الحاله الضروريه، مفهوم؟ طب استنى بس يا دوك، طب هي تفوق امتى؟ طب يعني هي تفضل بقى في الغيبوبه بتاعتها دي قد ايه؟ وبتتفي منين؟ يعني لو عايزه اطفيها شويه ولا كده تطفيها يا غساله بكره الصبح يا سيدي هتلاقيها بقى اشتغلت لوحدها كده وبتعمل لك كل طلباتك، وما تجيش جنبها ولا تلعب فيها، انا قلت اهو. ناجي سابه ومشي، وحماده فضل قاعد قدامها طول الليل لحد ما غلبوا النوم، والصبح صحي على صوتها. صباح الخير حماده، انه ميعاد الاستيقاظ الساعه الان 8 صباحا. وقت الرياضه ومده الرياضه ساعه ونصف لتنشيط الدوره الدمويه. صباح الخير يا اختي، ونص ساعه ده ان شاء الله. انا مش بعمل رياضه ولا الكلام ده، انا بهنج وانا قاعد. عايزاني بعمل رياضه ساعه ونص؟ روح يا بنت اعمل الفطار، امشي يلا واعمل لي كوبايه قهوه. هذا الطلب مرفوض، لن ياتي ميعاد الفطار الان، والان ميعاد الرياضه. امامك حاليا نصف دقيقه، ان لم تبدا في الرياضه سوف اصعقك بالكهرباء. يا حلاوه، هو انت كمان بالكهربي؟ لا عليه، انا اقوم اعمل رياضه منك. لا يا دكتور ناجي، ربنا ينتقم منك. الاقي كهربو كده وانت صلبوطه. ماشي يا بعيد ماشي. حماده قام وكان عمال يعمل رياضه وهو مش قادر ياخد نفسه. الان توقف، حان الان موعد الافطار، وسوف اعد لك عدد 1 بيضه ورغيف خبز ومعلقه مربى وكوب من اللبن. هيا الفطار جاهز. نعم يا اختي، ده الفطار ده حضرتك يعني ده يبقى مسح زور يعني، ولا يشبعني ولا يفطرني ولا اي حاجه، ده انا على الاقل يعني عشان اشبع عايز لي بتاع 5 بيضات كده و5 رغيف عيش ونص بطرمان يعني مربى، ده على الاقل يعني. هو الدكتور ناجي جايبك ليه؟ ها عشان تجوعني ولا ايه؟ لا، انا لم اجوعك، هذا نظام غذائي صحي لابد ان تلتزم به لكي تحافظ على صحتك. هيا الان انهي فطورك لكي نذهب الى نزهه. نزهه ايه ولا انت؟ وانت خارجه يعني تفسح كلب بتاعك؟ انا مش عايز اخرج ولا عايز بقى نزهه ولا زفت ولا عايز اصلا حاجه منكم، انا عايز انام. لابد ان نتنزه، هذا مفيد لحالتك النفسيه، يجب ان تستنشق هواء نقيا وترى المناظر الخلابه. هذا هو البرنامج الذي يجب ان تستخدمه يوميا، ويجب ان تنفذ التعليمات لكي لا اصعقك بكهرباء. حماده كان بينفذ البرنامج اللي لولا بتقوله عليه، وفي يوم اتصل بمجدي عشان يجيله، وبعد شويه مجدي فعلا جاله. ايه يا عريس، ده انا قلت بقى ان انت غرقان في العسل ومش هتسال فيا دلوقتي خالص. ما كنتش متوقع منك بقى ان انت تقولي تعالى بسرعه بعد يعني اللي شفته من مراتك اخر مره. اسكت يا مجدي، ما انت متعرفش حاجه، ده انا وقعت في حته مطب ربنا وحده العالم بيه، ولازم بقى استحمل 6 شهور قبل يعني ما اخلص من البلوه اللي جوه دي. بذمتك يا شيخ، مراتك اللي زي القمر ديت وبتعمل اكل زي الفل وبتسمع كلامك تبقى بلوه؟ انت ده على فكره بقى مالكش الا واحده مصريه تتجوزها وتطلع عينيك وتكرهك في الجواز كله. ده انا اصلا كنت جاي لك وعايزك بقى تديني عنوان الدكتور ناجي ده عشان يجيب لي عروسه زيك كده. ايه ناجي؟ ناجي ايه ده كمان؟ ما تجيب لي سيرته، الله يحرقه، ربنا يحرق ناجي دوت ويحرق معرفته طين. انا برضو قلت مفيش واحد مصري دي معرفته طين، ده وقعني في حته حفره والله اعلم يعني هطلع منها ازاي، واصلا اطلع منها سليمه ولا اطلع منها ازاي؟ يا جدع ما تتكلم على طول، قول في ايه؟ انت عمال تقول كلام ملخبط وانا مش فاهم منك اي حاجه. يعني بدل ما تشكر الراجل انه جاب لك يعني شقه وعروسه وجوزك كمان ببلاش بتقول عليه كده؟ والنبي تنايل على عينك، العروسه اللي هو جوزها لي طلعت في الاخر بقى انسان آلي وكلها زي اللي كنت تخيل، وطلع بقى ان هو موقعني في المطب ده عشان اجربها له، ومشاني بقى على حته برنامج ابن لذينه، برنامج آلي رياضي وغذائي لحد ما معدتي خلاص نشفت على الاخر. قال ايه اول يوم لما عملت بقى المحشي والملوخيه بتقولي كان فري، لكن بعد كده بقى نظام غذائي. ولا انت شكلك كده سخن وبتخرف ومش عارف انت بتقول ايه. ازاي يعني انسان آلي؟ هو في انسان آلي بالدقه الرهيبه دي؟ يا ابني بقول كلام غير ده. لولا خرجت عليهم. حان الآن موعد الفقرة الرياضية. مدة التمرينات الرياضية اليوم 2 ساعات متواصلة، يجب أن تنهضوا خلال نصف دقيقة لكي تتجنبوا الصعق الكهربائي. يا نهار أبيض، ده شكل كده كلامك صح. ولا حمادة، هي بتكهرب بجد ولا كلام فاضي؟ هو انت ايه اللي زنك على الغلب ده؟ ما تفكك من الموضوع خالص. وحمادة قام من سكات وبدأ يعمل رياضة. ولا مجدي قوم يلا عشان هي كده هتزعل، ولما تزعل هتلسعك من فخدك بالكهرباء، ودلوقتي حالا يلا قوم. ما انا بقى في الغلب ده بقالي 2 شهور والمفروض ان انا افضل كمان 4 شهور، هفضل معاه لحد ما يطلع عيني. مجدي لسه هيقوم فهي لسعته بالكهرباء. الله يخرب بيتك حماده، لبيت معرفتك يا شيخ دي بتكهرب بجد. طب وانا ذنبي ايه يا عم؟ انت ليه اكهرب معاك؟ مش انت اللي رحت زي جردل ورحت اتجوزتها؟ يا عم ما تقولش بس اتجوزتها، ده انا لبست في الحيطه منك. لا ناجي كلب بقى اتجوزني في الاخر حته عروسه سيلكون وانا اللي عامل زي جردل وفرحت قوي. قال مجدي ما كانش عارف يعمل تمرينات زي حماده، وكانت عماله كهربه ومجدي يجري منها وهي تجري وراه، بس وهي بتجري اتزحلقت ودخلت الحمام واتغرقت ميه. وده حماده هي عماله ترعش كده ليه؟
وبتطلع دخنه كده ليه؟ لا يكون يعني لما الميه دخلت فيها فباظت خالص. بقول لك ايه، انا ماليش دعوه يا عم، انا هروح. خليك انت بقى مع العروسه السيليكون. تروح يا عم، انا هتصل بناجي، خليك معايا عشان يجي يشوف بقى البلاوي دي اللي عماله تحدف عليا. يا رب ده شكلها كده باظت، يا رب بقى تكون باظت واخلص بقى من المهمه السودا دي. وحماده فعلا اتصل بناجي، وناجي جالهم على طول. منك لا يا حماده الكلب، بوظت لي مشروع اللي انا فضلت اعمل فيه سنين، وفي الاخر جه واحد غبي زيك كده وبوظه. ده انا هولع فيك، هخرب بيتك. وناجي جري ورا حماده ومجدي، وكان عايز يضربهم عشان بوظوا العروسه السيليكون اللي هو كان عاملها. ولحد هنا خلصت القصه خالص. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.